يا سادة يا سادة بقلب ولسان واسيكم، بقلب ولسان واسيكم يوم واسيكم يا سادة يا وجدكم يوم بالفضل محد جدكم يوم بالفضل محد يا سودة يا سودة جرح فقدك بعد منه اللي يا لبو يا لبو يا لبو كيف وحال فاطمة الزهراء وفقدت رسول الله ويا جرح فقده وياك يا ابو ويا ابو يا بعد منه اللي يسدم والله جرح فقدك جرح فقدك والله جرح فقده وياك يا ابو بعد منه اللي يسده 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 وانت شف غيره وحميه بويا وانت شف غيره وحميه بويا وشركها الي ودني همومه بهمومي الي ودني بويا الي ودني يا علي الي ودني بويا الي ودني همومه بهموم شركها يا ناشد يا ناشد من حج فلان الى يوم ذاك الى يوم. الوظيفه مالتنا ان اول شيء نؤمن بهذه الحقيقه، واثنين ان تحركنا الدنيا مثل السوق. زين، شنو وجه الربط بين الدنيا وبين السوق؟ حتى الإمام الهادي شبه الدنيا بمثل السوق. السوق أيها الإخوة من مميزاته أن له وقتا يفتح فيه وأكو إلى وقت يغلق فيه. هذا السوق سوق 24 ساعة، هذا مو سوق، بس يغلق فيه. تعاملنا مع الدنيا ونظرتنا إلى الدنيا كنظرة الرجل إلى وقت ينغلق هذا السوق. كذلك بالنسبة إلى الدنيا لها وقت ابتدأت فيها ويجي يوم شنو يدخل شو يسوي؟ يتنقل بضاعة جيدة، ياخذ البضاعة الجيدة ويترك البضاعة الرديئة. هذا روحة الإنسان العاقل إلى السوق هكذا. طب ما يشتري كل شيء بالسوق، يشتري أول شيء اللي ينفعه، واثنين اللي ينفعه الجيد، مو أي شيء ينفعه مو جيد. كذلك الإنسان بالنسبة إلى الدنيا، الدنيا بها أشكال، لا بد على الإنسان أن يتخذ من الدنيا ما ينفعه، وأن يحاول أن يختار الجيد منها. لأن الشيطان أيها الإخوة الأكارم وظيفته وشغله الشاغل أن يصرف اهتمام الناس نحو ما يحتاجون، يخليهم في زاوية اللي هم ما يحتاجون فيها، يخليه يسهب مثلا في الملبس، يصير شغله الشاغل نوعية الإقماش ونوعية الفصال ونوعية الخياطة ونوعية المادرة، ويشغل وقته كله في هذا الجانب، أو يشغل وقته كل الوقت مالته من الصبح إلى الليل في كيفية إعداد الطعام ونوعية الطعام، أي طعام راح ياكل وأي طعام احنا عندنا نماذج في التاريخ كان ما ورد عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانت تحمل اليه قنصره. قنصره كانت اناء يخلون به هذا التمر، هذا منفوس، يخلون به التمر ويقدم الى امير المؤمنين عليه السلام.
كان يقدموا له مجموعة من التمر، خلوا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، ويصير الإمام يلتقط من هذه التميرات يأكل، ثم يمسح على بطنه وهو يقول تعسا لمن أدخله بطنه النار. بينما الإمام عليه السلام في ميدان الأخلاق، في ميدان العلم، في ميدان الأدب، وهو أهم الميادين في الإنسان. يا خادم الجسم، فرد شعر هذا قديم، كان ابن أبي الحديد المعتزلي شاعر النهج وشارح النهج كان يذكره، يقول يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته وتطلب الخير منه أنت خسران، لأن هو يوم يومين سنة 20 70 80 هو راح، وتطلب الخير منه أنت خسران، فاذهب إلى النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانا. صحيح مجموعة من الناس يقيسون على الملبس، على المأكل، على الشكل، صحيح هذا موجود، لكن مو هو هذا الميزان اللي الله راده. الله تبارك وتعالى خلى غير ميزان، يمتى نعرف هذا الميزان؟ بس نغمض تبين الأمور على حقيقتها. شنو الميزان اللي الله تبارك وتعالى يزن الناس فيها يوم القيامة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ميزان التقوى، ميزان الإيمان، ميزان الأخلاق الفاضلة، ميزان عدم الحقد، عدم الحسد، عدم الضغينة، ميزان العفو، ميزان التسامح، ميزان الإحسان، ميزان الرحمة، ميزان الرعاية للأولاد، الرعاية للزوجة، رعاية للأم وللأب، الترحم لهم. هذا الميزان الحقيقي اللي يجب أن يفعل الإنسان بين فترة وأخرى. بعد اللي نستفاد من هذا الحديث الشريف بالنسبة إلى الإمام الهادي عليه السلام، الدنيا سوق ربح، أمر غير دقيق. الدين الإسلامي غطى جميع أبعاد الدنيا. ورد حديث عن الإمام زين العابدين، الإمام يقول كل الخير هذا رأيته قد جمع، رأيت الخير كله قد جمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. أن لا يكون الإنسان طماعا. شنو يعني طماع؟ يعني متعلق بالقضايا كثير تعلق شديد، متعلق بالبيت، متعلق بالسيارة، متعلق ما أدري شنو. وهذا التعلق الشديد يورث الطمع، يورث الحسد، يورث الغيبة، يورث الغيل، يورث العداوة. حريب الإنسان أن ما يتعلق بشيء أبدا. بد حديث آخر الإمام الصادق عليه السلام يقولون له يا ابن رسول الله اخبرنا بعمل إن نحن عملناه رضي عنا أهل الدنيا ورضي عنا أهل السماء. فرد عمل إذا احنا سويناه أهل الدنيا كلهم يرضون عنا، وأهل الآخرة أهل السماء الملأ الأعلى أيضا. الأب من جملة الرحمات في الدنيا. الإنسان المؤمن ما يستشعر فقد الأب، فقد الأم، مكانة الأب مكانة الأم إلا إذا فقد هاتين النعمتين. ما زال المؤمن في رحمة الله ورعايته في أيام حياة الوالد أو الوالدة. ومن جملة الأمور التي ندب الشارع إليها أن يستقصي الولد ما فات أبيه من صلاة أو صيام أو حقوق شرعية. مهم يصلح، يحاول يصلح ما مضى عليه الأبوين. الله يترك هذا الفراق، فراق الأب وفراق. إيش حست عائلة الحسين باليتم والفراق بعده؟ عزيزة الحسين عليه السلام، هي زينب مالي لا أرى سكينة، هاي العزيزة. قالت أبا عبد الله هي في الخيام. دخل إليها الحسين عليه السلام وجدها في الخيمة. قام الحسين لها سلام الله عليه وقف على رأسها سيقول بعدي يا سكينة فعل بني. رفعت رأسها وإذا بوجه الحسين تخفي علي ويقول يا لا تخفي علي هذه راحتك يا بعد ومتى رايح حالي ولخدمة
وياك عنك بقدر اصبر يا والدي من تدللت يا والدي من تدللتني ولا ضيجت خلقي وولدتي من الغالي امشي برخصت يا والدي طيب سجاياك بغلال عزك عشت وحماك انا يوم اللي ما اشوف ملقاك ما كنت احس بالعمر ذا صدق شايلك كبار البيت غياب وبزفار النار علينا صدق شنهم نساء ويش حال الحنين وين نلقى على اللسان اولاد المرحوم فريد يقول ايش حال الحنين وين نلقى ما ينحمل يا ناس فرقه ويحل تعب يا تلقى الباب وعليه نسي الايام المحنه
وعينك لا يدفعهم ذكريات ظلت بالصروح ويجمعون القلب كما ذكرون مع الهيئات ما يشملون على الأم رحمن يا عيون يا عيون يا عيون. اسمع لنا اليوم جاء اليوم خيمة ها اليوم سلف ويا راح الشان الجان الجان خيرك حبيبي في العافية يا حبيبي ويا راح الشان ويا نصبك المضيفونا ويا فنجان يا شيخ الكرم ينعزب الخبار حرام ابوك في اليوم فنجان ابوي ويا في اليوم فنجان ويا دنيا دنيا يا ام الخساوه خليتي قرعتي تجاره انا الحب الطيبة ورشتم للحال هيجوه يا ابوي قلبي موتتك مال ورجالك حيك تحدى الاحدال من غرب وشوه تعرف الشيال الشال هذا اللي يخلص الدعم مهناوي هذا اللي يسير خير وزياد زينة شان الروح شراي ابوي يا ابوي حين سير وعند الاسلاس الجباس وعلى حتى المرض تكراف وحراس باخر نفس وتصيح الراس يا بالطويل حضور ما تخادم عينك خلص حياتك كاس القلب وعلى مناتك انكاس القلب اهلا يا وبنات يا دار انا يا دار يا دار يا دار وحش الخالي انا يا دار انا يا دار ويا دار يا دار انا يا دار ومسلس روحك انا رايق بيتي مو محد
وياي راح البخت والشور رايح احساس قلب الفارقون قبل ساعة ساعة ضبط كان في كربلاء. هنيئا لهذه حسن الخاتمة إن شاء الله. يقول أنا يا دار يا دار يا دار وحشة خالي أنا مقطوع على أخبار أنا للإعزاز أبيات الدعاء إن شاء الله لكل من فارق عزيز على قلبه. نقام وبالحسين وأنت قديم إحسان على الله نسألك وندعوه أن ترحم جميع الموتى أن تقضي جميع الحوائج وتشافي جميع تجعل بلدنا العراق بلدا آمنا لا تسلط علينا من لا نسألك اللهم لا تحرمنا من محمد وآل محمد في الدنيا والشفاعة يوم الآخرة إلى شرف النبي وآله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين أموات السامعين رحمن جمعنا لحجهم وارحمهم رحيم بطريق الساعد أموات بل لم يذكرهم ذاكر ولم يذكرهم زاكر بلغ اللهم جميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. الشباب يجيبوا الميوزك يلا